السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حأعمل معاكم آيس كريم بايتس بأسهل وألذ طريقة ممكن تجربوها. فنقول بسم الله. في البداية طحنت علبة بسكوت دايجستيف وححط عليهم ملعقتين سكر بني ورشة قرفة. حقلبهم في البداية سوا، وبعدين حأصب عليهم 100 جرام زبدة سايحة اللي هي صباع زبدة، وأقلبهم أحاول على قد ما أقدر كده إنه كله يخش في بعضه ويصير لون واحد. شايفين كيف قوامها؟ لازم كده على طيني شوية. المهم جبت صينية بطنتها بنايلون، بس ممكن تبطنوها بورق زبدة، المهم شي تقدروا تخرجوه بالساهل. وحأكب عليها البسكوت وأحاول إني أضغطها على قد ما أقدر وأوزعها. أنا استخدمت صينية تكون صغيرة. المهم حخليها على جنب وحأبدأ أسوي الإسكريم. الطبق الثاني حقت الآيس كريم ححتاج 6 مكعبات جبنة كريمي ونص كوب سكر أبيض. حأخفقهم لحالهم ألين ما تتفكفك معايا الجبنة وتصير كريمية على كأنها زبدة. شوفوا كيف بدأت تتفكفك، شايفين؟ خلاص كده تمام. حطيت عليها ملعقة فانيلا وكوب كريمة خفق تكون باردة، وآخر حاجة ظرف دريم ويب، وأخليهم ينخفقوا على سرعة عالية ألين لما تتكون عندي كريمة كده ريحة إسكريم. عرفتوا شكلها وريحتها وطعمها؟ مرة إسكريم مرة طعمها هذه الكريمة. شوفوا كيف قوامها. خلاص كده تمام. حأقلبها في الصينية فوق البسكوت. استخدمت الصينية الصغيرة علشان يكون عندي المكعبات لما أقسمها تكون تخينة، عرفتوا؟ فأنتوا عندكم حرية الاختيار تبغوا تكبروا الصينية، بس أنا كده مرة مناسب لي. قفلتها وححطها في الفريزر أقل حاجة 24 ساعة علشان أقدر أقسمها وأستخدمها بدون ما تسيح علي. وبس بعد 24 ساعة أو أكتر ممكن حابدأ أقسمها زي ما أنتوا شايفين. شوية حتاخدوا وقت في إنكم تقسموها، بس إنه حاولوا إنكم تقسموها بشكل متساوي على قد ما تقدروا. رجعتها على الفريزر تاني وحأسيح لوح شوكولاتة. ممكن تستخدموا شوكولاتة بالمكسرات اللي تبغوه، أنا استخدمت شوكولاتة بالحليب. وبعدين ضفت عليهم ملعقة صغيرة زيت نباتي علشان كده شوية تصير سايحة معايا الشوكولاتة. وبعدين حأبدأ أغلفها زي ما انتوا شايفين. أرمي نفس الكيوبة المكعبة في الشوكولاتة، وبعدين أشيلها وأبدأ أغلفها زي ما انتوا شايفين. وبعدين أقلبها على ورق زبدة. ولا تخرجوا كل المربعات من الفريزر، خرجوا 6 بعد ما تغلفوهم. 6 تغلفوها بعدين تخرجوا 6 تانية تقريبا، يعني علشان لا تسيح معاكم. فبس شايفين كيف الموضوع مرة سهل، ومرة من الأشياء اللي أنا أفتخر إني سويتها. صح، حسيت إني شوية هلكت وشوية متعبة، بس حقيقي شوفوا كيف منظرها بعد ما جمدت. حقيقي آيس كريم بايتس أو تشيز كيك آيس كريم بايتس لذيذة 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 فوق ما أنتم متخيلين. لازم تجربوها. وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكولي هو. وبس